السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرف مع بعض على موعد مباراة الأهلي ونادي زد في الدوري المصري الممتاز دوري النيل، وهنتعرف على القنوات الناقلة وموعد المباراة والتشكيل المتوقع، والمباراة هتتلعب على استاد ايه. قبل ما نخش في التفاصيل يا ريت تصلي على النبي وتحط لايك وتشترك في القناة لو أهلاوي وحابب ويهمك أمر النادي الأهلي. بعد انتهاء مباراة مثيرة بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز في الجولة السابعة من عمر الدوري المصري، واللي ما اتفرجش على الماتش، المباراة كانت بالدفاعية، واستبسل المدرب أحمد سامي مدرب نادي سموحة وأحرز الهدف اللي هو كان عاوزه، اللي هو يوصل للتعادل ويكسب نقطة من النادي الأهلي. وشهدت المباراة انفعال أحد الجماهير على مستر مارسيل كولر بعد نهاية المباراة، فبالتالي يدخل النادي الأهلي مباراة نادي زد ويأمل في تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره. أما بالنسبة لتشكيل المباراة المتوقع هيكون جاء كالتالي: في حراسة المرمى الحارس محمد الشناوي الحارس الدولي، في خط الدفاع هيكون أكرم توفيق في الباك اليمين، وعلي معلول في الباك الشمال، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم في القلب، وخط الهجوم مكون من مروان عطية ديفندر واليو ديانج ديفندر وإمام عاشور كصانع لعب، وخط الهجوم مكون من حسين الشحات وبيرسي تاو وصلاح محسن. كده نكون قلنا لكم تشكيل متوقع للنادي الأهلي، يا ريت تحط لايك. أما بالنسبة لموعد المباراة فيلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي زد على استاد السلام يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023 أو 6/12/2023، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 7 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 8 مساء بتوقيت السعودية وقطر، 9 مساء بتوقيت الإمارات. كده نكون قلنا لكم وستذاع المباراة عبر الملك الحصري للقنوات والدوري المصري. قنوات هي قنوات دي قنوات اون سبورت عفوا. كده نكون قلنا لكم كل حاجة في فيديو النهاردة. متنسوش تحطوا لايك واشتركوا وتصلوا على النبي قبل ما تقفلوا الفيديو، ولا بذكر الله في علم الفلوس. والسلام عليكم.